يا مساء الورد، يا مساء الفل، يا مساء الهنا، يا مساء السعادة، يا مساء الخير والجمال والشياكة والأناقة والطيبة والأخلاق الحلوة. مساءكم نور على نور. هنا هنعمل اللحمة اللي هنسلقها علشان نعمل حاجتين. هنعمل صينية بطاطس، وهنعمل طبق فتة، وهنعمل شوربة لسان عصفور. بجد؟ طبعا. امال يعني ايه كلام ولا ايه؟ لا، ايه هو ده بالنظام. دول هنعمل فتة، وهنعمل صينية بطاطس، وشوربة لسان عصفور او شوربة شعرية. هتعوزي ايه احلى من كده اكلة ولا حاجة؟ يلا بينا يلا بينا. هنيجي نولع النار بتاعتنا. اول حاجة هنعملها اني هجيب الحلة بتاعة الضغط بتاعتي. انا بحب اعمل اللحمه، الفراخ لا، اللحمه او اسلق الذره او الكوارع او العكاوي. اي حاجه من الاشياء دي بحب اعملها في حاله الضغط، او الفول اللي احنا هندمسه برضو في حله الضغط. وعشان نشوح لحمتنا، لو هتحطي الميه تغلي يبقى هتضطري تحطي اللحمه وتبدلي الميه تاني، لكن احنا هنشوح اللحمه علشان ما يطلع لهاش ريم. حته سمنه صغيره، ونيجي ننزل لها فصين من المستكه. الحبهان قبل ما احط اللحمه اشم ريحه السمنه. زي ما انتم شايفين كده، كل شيخ وله طريقه. دي طريقتي في الطبخ، وانت حره اطبخي بالطريقه اللي تريحك. 4 فصوص من الحبهان، ونحط عليهم ورقتين لوري. او ما تحطيش الفلفل الاسود دلوقتي لحد ما تشمي ريحه المستكه. ونيجي ننزل اللحمه بتاعتنا بعد ما السمنه قدحت. سمعت التشه؟ سمعناها. سميتي يا اختي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يلا، وتستني عليها لحد ما تنزل ميتها. دلوقتي هبتدي احط شعره من الفلفل الاسود. ما تكتريش في الشوربه فلفل اسود، بس كده الريحه. وكده هنحط الملح عشان اعمل حله شوربه حلوه، مش شويه شوربه وخلاص. لا يا اختي، شويه شوربه حلوين. هنعمل شوربه شعريه او لسان عصفور، وهنعمل كمان صينيه البطاطس، مش فاكره ايه، وهنسقي كمان العيش بتاع الفته. يعني عايزين معلقه ملح. حبه شوربه حكايه كده. نزلت كل ميتها. انا كده بملحها بحالها بمحتلها فوق نمره 1. ابتدي احط الميه، وعلى طول تقومي جايه قافله عليها وحطها على العين، واقفلي عليها كويس، ونولع النار. وهنعمل صينيه البطاطس. نجيب اللحمه، يلا بينا. البطاطس بتاعتنا عشان نحضر صينيه البطاطس. هنحضر صينيه البطاطس اللي هي ما بتاخدش وقت معانا. ونحط الطاسه على النار، نحط حته السمنه اللي احنا هنحتاجها عشان نعمل صينيه البطاطس اهي. عندي نص قرن فلفل حطيه، عندك المستكه حطيها،
عندك البصل حطيه، صينية البطاطس تحب البصل اهو. عندي حتة فلفل احمر حراق نحطها يا ماما، حطيها يا اختي، حطيها، حطي حتة منها عشان حراق قوي، وشوحي. وهنيجي نحط حتة من الثوم ونحط الفلفل الاسود ونحط شوية من السبع بهارات عشان الصينية تبقى ريحتها حلوة اهي. ونشوح البصل بتاعنا، وعشان البصل ينزل ميته نحط له ايه؟ الملح بتاع البطاطس. وعلى طول تقومي ايه؟ منزله مشوحه البطاطس بتاعتك علشان تاخد شويه على النار وتشوحي. نسيبها بقى ونشوف لحمتنا. خلاص، عايزه اوريكي ان البطاطس ابتدت تاخد سوي من الحواف، فاضل النص. على ما نخلص الموضوع تكون البطاطس كلها ابتدت تدخل في السوي شويه، يبقى معنى كده انها مش هتاخد وقت في الفرن. وكمان الريحه مع البصل والثوم وقرن الفلفل الاخضر والمستكه والحاجات اللي احنا حطيناها بتبقى ريحتها تحفه. نفتح على شوربتنا. دخلت في كميه من، انت مش عارفه شايفه ولا لا، بس السوي بتاعها تحفه. على ما تخش الفرن تشكشك شكشكتين تطفي عليها، ونيجي نحط لحمه هنا ولحمه هنا حسب الكميه اللي انت عايزاها. هنعمل صينيتين من البطاطس. اللي هي داخله في السويه يا دوبك تلت ساعه في الفرن. طيب احنا عندنا الطماطم اللي احنا بنسبكها ونحطها معانا، هنحط عليها الطماطم بتاعتنا ونشوف هل الطماطم بتاعتها كفايه ولا لا. نجيب الشوربه عشان احليها، وانا احب احلي الحاجه اعمل كده واعمل كده وبس، وكده خلصت.